السلام عليكم، أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من باينري بلس. النهاردة إن شاء الله هنشرح حاجة مهمة جدا، وهو إزاي نغير الأيكون بتاعة الأبليكيشن بتاعنا. طبعا إحنا لما نيجي نعمل رن لأي أبليكيشن بنشوف الأيكون بره، بنلاقيها الأيكون اللي هي بتاعة فلاتر. فمش من الطبيعي إننا بنسلم التطبيق بتاعنا وهو فيه الأيكون دي. لازم نغيرها طبعا حسب الأبليكيشن بتاعنا. يعني لو جينا بصينا هنا كده على الايكون دي، الطبيعي ان انت لما بتعمل ران للابليكيشن بتاعك بتبقى الايكون بالشكل ده. فانا هنا عامل ابليكيشن وغيرت الايكون بتاعه زي الشكل ده كده بالظبط. فكل المطلوب مننا دلوقتي نتعلم ازاي نغير الايكون من الديفولت ايكون بتاعه فلاتر للايكون اللي احنا محتاجينها، اللي هي اخر خطوة في تسليم التطبيق بتاعنا. وان شاء الله الخطوات سهلة جدا وحاجة هتفيدكم جدا، وفي ناس كتير بشوفها بتبحث عن الموضوع ده. فإن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نغير الأيكون بتاعة فلاتر للأيكون اللي احنا محتاجينها. وطبعا ما تنساش اللايك والشير علشان تفيد غيرك، ولو مش مشترك يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ده بيدعمنا. علشان مش هطول عليك، يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أنا أحمد عبدو وأهلا بيك في فيديو جديد من باينري بلس. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي هنغير الايكون بتاعتنا. اول حاجة هندخل على الاندرويد ستوديو. ده ابلكيشن عادي هنعمل له رن علشان اوريك الايكون بتكون عاملة ازاي. هنستنى بس لحظات لحد ما تخلص. زي ما انت شايف كده التطبيق خلص رن. فتعالوا نشوف التطبيق من بره هيكون عامل ازاي. لو جينا بصينا الايكون بتاعتنا زي ما انت شايف اللي هي بتاعت فلاتر. فاحنا دلوقتي عايزين نغير الايكون دي لاي ايكون تانية. فتعالوا نشوف الايكون اللي احنا هنغيرها. احنا عاوزين نغير مثلا للايكون اللي هي دي. تمام، هنخليها ان شاء الله بالشكل ده كده. فاول خطوة هنعملها هندخل على جوجل، هندخل على موقع اسمه اب ايكون. الموقع ده هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا ممكن نحول الصورة بتاعتنا لايفون والايباد والواتش وكمان الماك والاندرويد. فاحنا مش هنحتاج الماك ولا الواتش، خلينا في الايباد والايفون وكمان الاندرويد. هنجيب الصورة بتاعتنا من هنا كده ونسحبها ونحطها هنا في المكان ده كده. وبعد كده هنضغط جنريت. هيبدأ ينزل معاك ملف بالشكل ده كده تدخل عليه. هتدخل من داونلود هتلاقي الملف بتاعك اللي هو نزلناه من شوية. هنشيله بس من هنا كده وخلينا نحطه هنا كده على الديسكتوب. بعد كده هتعمل له اكستراكت هير. هيبدأ يخرج معاك شوية ملفات بالشكل ده كده. تمام، خلينا بس نجيبهم جنب بعض. انا اللي يهمني من الملفات دي كلها الملفين دول، يعني الصورتين دول مش محتاجهم في حاجة. فأول حاجة عندنا الملف ده، وده فيه الايكون بتاعة الاندرويد. الملف التاني واللي هو اسمه assets، ده طبعا هنا فيه الايكون بتاعة الاي او اس. فاحنا دلوقتي محتاجين اننا نخلص الاندرويد الاول وبعد كده هنعمل الاي او اس. هندخل على البروجكت بتاعنا. هندخل اول حاجة على الاندرويد وبعدين الاب، بعد كده الاس ار سي، وبعدين المين، واخيرا الريسورسز. هتدخل هنا كده هتلاقي الملفات اللي هنا، يعني في ملف هنا اسمه اتش دي بي اي لحد الملف اللي هو في الاخر تريبل اكس. تمام، احنا عندنا تقريبا 5 ملفات. لو جينا بصينا هنا بره عندنا في الاندرويد، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان فعلا هم ال5 ملفات اللي موجودين في الابليكيشن بتاعنا هم اللي موجودين ونزلناهم مع بعض دلوقتي. فهتبدأ تاخد الصور من هنا كده، يعني هتعمل لها كوبي وهتيجي، بس طبعا تتأكد من الاسم، يعني الاسم هنا اتش دي بي اي. عملنا الدي كوبي، هندخل هنا كده هنلاقي الملف هنا اسمه اتش دي بي اي، وهنبدأ نعمل باست ونضغط على اوفر رايت. وهكذا بقى في باقي الملفات. يعني هنقف على الملف هنا كده نشوف الملف التاني الشكل ده اللي هو اسمه ام دي بي اي، وهنعمل للصورة دي كوبي ونيجي على اسم الملف نتأكد من اسم الملف ونضغط بوست وبعدين اوكي وبعدين اوفر رايت. لو جينا بصينا هنا تاني هنلاقي ان الصورة فعلا جت. هندخل برضو على الملف التالت. تمام، من هنا كده اللي هو اسمه XHDBI، وهنعمل للصورة دي كوبي وهنيجي هنا ونحطها ونضيفها للملف ده
زي كده. وهكذا باقي الملفات، هم آخر ملفين معانا. أنا كده خلصت الخطوة الأولى وهي للأندرويد. تعال بقى نشوف إزاي هنغير الأيكون بتاعة الأي أو إس. هندخل عندنا في الأي أو إس هنا كده، وبعد كده على الملف اللي اسمه رانر، وبعدين على assets، طبعا هو ده الملف اللي موجود عندنا هناك. بعد كده في عندنا الاب ايكون بالمحتوى ده كده. احنا هنشيل الملف ده، نعمل له ديليت، وبعد كده هنجيب الملف بتاعنا من هنا كده، هو نفس الاسم بالظبط، هنعمل له كوبي وندخل على البروجكت بتاعنا ونعمل له باست في الملف اللي هو اسمه assets بالشكل ده كده. طيب احنا كده خلصنا الاي او اس وكمان الاندرويد. تعالوا نعمل رن ونشوف هل فعلا الايكون هتتغير ولا هتفضل زي ما هي. نعمل رن من الاول خالص، تعالوا نعمل ستوب وبعد كده نعمل رن. طيب زي ما انت شايف الابليكيشن اشتغل معانا. تعالى نخرج ونشوف الايكون. ادي الايكون اتغيرت طبعا عن الشكل الاولاني زي ما انتم شايفين. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.